والله احنا دأبنا في لجنة الشؤون السياسية وفي نقابة المحامين. قعدنا لمؤتمر ثلاثاء الشعوب كل يوم وثلاثاء من كل اسبوع، والاسبوع الفائت كانت كل الجالية الليبية والسورية واليمنية، ثم قررنا ان يكون غدا ان شاء الله هو بدء المحاكمات الشعبية، وبدأنا بالطاغية اللي هو الرئيس معمر القذافي، لان ما قام به في حق شعبي من قتل المدنيين ومن قيام جنوده باغتصاب المدنيين العزل ومحاولة حرق البلاد والقرى ودكها دكة. كل هذا يؤكد ان الشعوب لا تستلهم منهم الا ان يكونوا اما ان يحكمونا او اما ان يقتلونا، فهذا لا يجوز. فقررنا بعد ما قام كامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ما أحل في 15 فبراير اللي هو 2011 مجلس الأمن التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى معمر القذافي وأبنائه والسادة المسؤولين، وبتاريخ 17 فبراير قامت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق، وإلى الآن لم تفرغ. هذه الجرائم التي ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم الحروب التي يرتكبها معمر القذافي، ويستخدم أيضا المصريين العزل كحائط صد بشري ضد إجرامي وضد محاولة اقتلاعي من السلطة، لأن هذه الجرائم التي يقوم بها الآن. أيوة يا أستاذ إبراهيم، حضرتك لسه معايا؟ أيوة يا فندم. أنا عايز أعرف إيه الهدف من المحاكمة يا أستاذ إبراهيم؟ محاكمة بعد يعني صبر الشعوب التي تتلهف إلى الحرية قد يعني تحتاج إلى تحميس، فنحن نعقد هذه المحاكمة ك يعني مطلب شعبي من الجاليات الليبية في مصر ومن كل الشعوب التي تتوق إلى الحرية، ومعهم الشعب المصري، لأن احنا عندنا آلاف قد قتلوا وعندنا أكثر من مئات الآلاف هناك في ليبيا يتخذهم النظام الليبي ونظام معمر القذافي الطاغية كدروع بشرية. تمام. هي عموما كاميرا 90 دقيقة هتكون حاضرة بكرة المحاكمة الشعبية، وإن شاء الله هنعرضها على مشاهدي 90 دقيقة. شكرا لحضرتك أستاذ إبراهيم إلياس، شكرا ليك.